البرلمانية خديجة بوهمان علي أو بوهمان لتلقي كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الجماعي، السيدة النائبة المحترمة مديبة حازم، السادة المنتخبون، بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الجماعي الحاج عمر الجزولي، السادة المنتخبين، السيدة البرلمانية الأخت الكريمة مديبة حازم، أيها الحضور الكريم، يشرفني بادئا أن أرحب بصفتي الشخصية بعزيز غالي علي الحاج المحجوب وبجميع الحضور الذين شرفونا والذين كرمونا بتلبيتهم الدعوة وتكرمهم بحضورهم معنا في هذا الجمع المبارك التأسيسي لهذه الجمعية التي ارتقينا كلجنة تحضيرية أن نطلق عليها اسم أبناء الصحراء للتنمية والتواصل، الذين يقيمون هنا جدا عن جد وأبا عن أب، والذين اختاروا أن يكونوا أبناء مجيدين لهذه المدينة. هذه الجمعية التي اخترنا لها أهدافا سامية نسعى لبلورتها كالمساعدة والمشاركة في تنمية الأقاليم الجنوبية في جميع المجالات وانطلاقا من جميع الجهات، وخاصة من جهة مرافق تنسيق الحوز، الجهة المعطاءة، الجهة الكريمة، التي تحتضن 7 رجال